نقسم بالله العظيم أن نكون أوفياء لأرواح الشهداء. دخل حمدين مدرسة الصديق الابتدائية في بلطيم، وتربى وسط الطبيعة والفلاحين والصيادين. عاش معاهم أفراحهم ومشاكلهم وهمومهم، فاتولد جواه حس شعبي مؤمن بالناس. التحق حمدين بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وانتقل للإقامة في المدينة الجامعية. نضج وعيه السياسي وحسه الوطني، فشارك في المظاهرات الطلابية التي طالبت ببداية الحرب ضد الاحتلال الصهيوني لسيناء. وخلال هذه الفترة كون صباحي علاقات منفتحة وإيجابية مع كل القوى الطلابية المعبرة عن التيارات السياسية المختلفة، كما برز اسمه كقيادة طلابية وطنية له قبول واسع واحترام شديد. وفي عام 1975 تم انتخاب حمدين رئيساً لاتحاد طلاب كلية الإعلام، ورئيساً لاتحاد طلاب جامعة القاهرة، ونائباً لرئيس الاتحاد العام لطلاب مصر. واستطاع من خلال موقعه هذا أن يؤدي أدواراً هامة ومؤثرة. كانت جريدة الطلاب التي يرأس تحريرها صوتاً معبراً عن الحركة الطلابية الوطنية بمختلف انتماءاتها وتوجهاتها، وساهم أيضاً بدور بارز في حشد وتوحيد جهود الحركة الطلابية التي نجحت في إصدار قرار جمهوري بإعمال لائحة طلابية لسنة 1976. في 1977 وبعد الانتفاضة الشعبية ضد غلاء الأسعار وإلغاء الدعم، عقد السادات مؤتمراً مع اتحاد طلاب مصر، وفي هذا اللقاء واجه حمدين صباحي الرئيس السادات. فإحنا ضد سياسة الانفتاح الاقتصادي، لكن إحنا بنقول إن الوقت اللي يكون فيه الشعب محتاج كل مليم لا يصح بالمرة إن إحنا نتجه إلى إسراء مجموعة محددة في هذا الشعب على حسابه. في الحرية عرفنا، في الاقتصاد عرفنا، عايزين بقى في بقية النقط الخلاف. الدعم المستمر للمقاومة الفلسطينية على وجه التحديد، ولتضامن عربي وخطوات من أجل وحدة عربية حقيقية تحاول إنها ترفع شعار محدد إحنا نرى إنه لا ينبغي التفريط فيه، وهو حق الشعب الفلسطيني في استرداد كامل وطنه. أنت ضد السلام في جنيف؟ أنا طبعا ضد أي حل لا يرجع كافة الحقوق العربية المشروعة لأصحابها، ومنها أن الشعب الفلسطيني يرجع. حدود 67 بترفضوه؟ احنا لا نرفض حدود 67، احنا نرى أن أي مكسب يتحقق هو صحيح، لكن إذا كان من الوارد أن هذا المكسب يبقى مشروط بالاعتراف بالكيان الصهيوني داخل الوطن العربي، فأنا أعتقد أن هذا خطأ ونحن لا نوافق عليه. بعد هذه المواجهة تم منع حمدين من التعيين في الجامعة أو العمل في أجهزة الإعلام الحكومية. لم يقدم حمدين أي التماس للسلطة، ولم يتراجع عن آرائه أو مواقفه. ومع موجة اعتقالات سبتمبر كان أول اعتقال سياسي لحمدين الذي كان أصغر المعتقلين سناً بين مجموعة من قامات ورموز الحركة الوطنية المعارضة للسادات. في سنة 1985 حصل حمدين على رسالة الماجستير في الصحافة من كلية الإعلام، وأسس مع رفاقه مركز إعلام الوطن العربي صاعد، والذي كان له دورا كبيرا في تدريب الكثير من شباب الصحفيين. وفي سنة 1990 وبالتزامن مع بداية الحرب على العراق تم اعتقال حمدين بسبب قيادته للمظاهرات الغاضبة التي انتفض بها الشارع المصري. طوال هذه الفترة ظلت علاقة حمدين ممتدة مع أجيال جديدة من الحركة الطلابية، ثم جاءت محاولة من أجهزة السلطات لاغتياله ونجا منها بحمد الله، فلفقت له السلطة تهمة مقاومة السلطات والشروع في قتل ضابط. وهي التهمة التي برأه منها القضاء المصري. وأثناء زيارة حمدين لمرج الزهور في لبنان عبر عن دعمه المستمر للمقاومة الفلسطينية، وأكد أن فلسطين ستظل قضية العرب المركزية.
الله يخليك، مصر كلها معاكم والله بالقلب وما تستطيع. نرحب بالإخوة المصريين أيها الشامخون بالعقيدة وبالموقف، أيها المضحون من أجل الأمة والوطن والإنسان، أيها المدافعون عن كرامة مصر كما تدافعون عن كرامة فلسطين وكل عربي ومسلم. جئناكم من مصر، لا مصر كامب ديفيد، ولا مصر السفارة الإسرائيلية، ولا مصر التطبيع الذي لم ينجح في اختراق قلب مصر أبدا، ولم يدخل لأعماقها أبدا، ولم يؤثر على عقيدتها أبدا، ولم يفرض نفسه على إرادتها أبدا، وإنما جئناكم من مصر الشعب، مصر الأزهر، مصر الإسلام، مصر الكنانة، مصر الشهداء. أيها الإخوة الأبطال الذين تهفو نحوكم قلوب الشرفاء من أمتكم العربية، وها هم الشرفاء يستحقون منا كل تحية وتكريم. نحو ميثاق شرف للمثقفين المصريين في مواجهة التطبيع. شاهدنا جميعا وشاركنا بأنفسنا في نضالات متعددة داخل مصر تحت عنوان رئيسي ومقاومة التطبيع، وقد لعب المثقفون المصريون فيها دور بارز وأساسي بالإضافة إلى الطلاب، وتمكنوا خلال مسيرة مقاومة التطبيع من أواخر السبعينات إلى الآن من بلورة وصياغة آليات لهذه المواجهة. وعد أن يتحقق على هذه الأرض من محيطها إلى خليجها وطنا عادلا كريما لا ينحني لقادر ولا يسجد لغير الله ولا يخضع لشروط جبابرة العالم، ولا تتحقق فيه مصلحة إلا مصلحة هذا الشعب العامي الكادح. نحن ندعو لحوار وطني يشمل كافة القوى. شهادة صاحبها الأساسي توفاه الله، هو الله يرحمه المشير أبو غزالة. كلمته في أثناء إعدادي لتحقيق عن اللي حصل للأسرى المصريين في حرب 67، فقال لي أحكي لك على موقف. فاكر حكاية النعوش اللي كانت بترجع من العراق؟ قلت له فاكر. بالتالي كل السادة المشاهدين كل المصريين يفتكروها. قال لي دخلت على الرئيس حسني مبارك أياميها، قلت له يا ريس المفروض نعمل حاجة، نكلم صدام. ايه؟ رد بمنتهى البساطة، هم ايه اللي وداهم هناك واحنا من؟ أبدأ بآية من قرآننا الكريم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. هذه أمتنا العربية ظلمت بحكام اختاروا أن يسيروا في فلك العدو وأن يرضخوا لهيمنته، وأن يكون تأثير البيت الأبيض الأمريكي على قرارهم أكبر من تأثير شعوبهم. مصر تعتقد أنها عندما تقف مع العراق فإنما تقف مع نفسها. عقب انتهاء حمدين صباحي من إلقاء كلمته، طلب من الرئيس صدام حسين ضرورة الإفراج عن المصريين المسجونين في العراق. وبعد أيام قليلة أرسلت القيادة العراقية برقية إلى حمدين صباحي تخبره فيها بصدور قرار جمهوري بناء على طلبه بالعفو عن المصريين المسجونين. طوال هذا الوقت لم يكن حمدين بعيدا عن مشاكل أهله وناسه في بلطيم، ومع زيادة شعبية حمدين بدأ التفكير في أن يخوض انتخابات مجلس الشعب عن دائرة البرولوس والحمد، وبالفعل خاض انتخابات مجلس الشعب لأول مرة عام 1995. هي نزلت يعني الساعة 3:30 بالظبط كده، هي دوبك دخلت المدرسة وبصيت لقيت هو الظابط ده معاه جهاز لاسلكي كده اتكلم فيه، مفيش متهيألي 10 دقايق ولقيت عربيات مليانة أمن جاي، هم لسه نازلين وبصيت لقيتهم ماسكين كده حاجة زي البندقية كده وفيها
حاجه زي الالومنيا كده، زي اسطوانه كده ومركبينها، وقال له اضرب. برينا لقينا القنابل الاول رصاص انضرب في الهواء، برينا لقينا قنابل ضرب علينا دخان مسال دموع وزخرة حية. زخرة حية اتصلت انا ووالدتي في وكان العساكر معانا. ضربنا عشان يخلي بتوع الحمود يخش يقفلوا. كان بيقفلوا اللجان ولا ايه؟ كنت في اللجنة ايه؟ لجنة الحريم. اللي مات منهم 2؟ كذا الست اللي ماتت تحت دي ايديا في ايديها واحنا راجعين. طب يا ناس الكشوفات ايه، الملايين قاعده، الالافات قاعده مش عارفين يجاوبوا على بطاقه واحده. قامت انا غمزه واحده من اللي تبعهم، قلت لها طب انا تبع دخلتني 4 لجان بالتزويد. قاموا قايمين مصوتين، قامت الناس قايمه هيجان، ما نعرفش الدهيه جت منين. فهم طبعا ساعه ما شافوا الهتافات قدام المدرسه ويقولوا حمدين صباحي، كأن خلاص بقى الدنيا اتقلبت. هو كل اللي حصل ده انهم بيتفق حمدين صباحي. يعني كان منظر امبارح يصعب على الكافر، العالم اتكربست فوق بعضها. الناس اللي ماتت دي ماتت متدهسه من القنابل، مقفلين البوابات، مفيش خروج. كل ده عشان ما تنتخبوش حمدين؟ عشان ما ننتخبش حمدين. وكانت ترجمته واضحة في معركة شعبية مشهودة ضد محاولات السلطة لإسقاط حمدين بكل الوسائل. وصل الأمر لاستشهاد الحاجة فتحية والحاجة لطيفة بسبب العنف الأمني ضد أنصار حمدين صباحي. أنا قلت أكتر من 82 هتاف للألف النهارده، هتاف واحد هقول، وسؤال بسأله يا جماعة، بقول يا ترى يما حطيت صوتك ولا السفل فضلوا موتك؟ يا ترى يما حطيت صوتك ولا السفل فضلوا موتك؟ يحيى العلاء انا منكر فيه عاوزين الصبر دلوقتي والحكمة، وعاوزين ندعي ربنا انه يرحم شهدائنا. اللهم ارحم شهدائنا، اللهم ادخلهم جنتك الواسعة. اللهم قدرنا على ان نسير على طريق اداء واجبنا من اجل الحق. اللهم انصرنا على اعدائنا يا رب. اللهم طهر بلادنا من الفساد. ربنا اكرمنا الحمد لله. وهي كل نفس ذائقة الموت، ولا احد يدري امتى هتيجي ساعته. والحمد لله ان في ناس ربنا بيكتب لهم انهم لما يموتوا قلوب الناس كلها حواليهم. حقنا احنا هناخده، وهناخده بالاصول وبالقانون، مش هناخده باي طريقه تانية. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. فكان ثمن إسقاط حمدين في تلك المعركة فادح، لكنها أثبتت أن حمدين ليس مجرد مناضل سياسي نخبوي، وإنما قائد شعبي حقيقي له مؤيدي وجماهير. في 1997 صدر قانون العلاقة بين المالك والمستأجر التي سعت السلطة من خلاله لانتزاع الأراضي الزراعية من الفلاحين وإعادتها للإقطاعيين الجدد. وظهر حمدين صباحي في هذه المعركة كقائد لنضال الفلاحين السياسي والإعلامي والقانوني، ووصل الأمر لاعتصام الفلاحين في أراضيهم ورفضهم تنفيذ قرارات السلطة بنزع ملكية أراضيهم. وفي السجن تم تعذيبه بقسوة، لكنه خرج من تجربته أكثر إصراراً على مواجهة سياسات النظام وأكثر إيماناً بمبادئه وأفكاره
وأكثر يقيناً في قدرة الشعب المصري على المقاومة وانتزاع حقوقه. القضية المتعلقة بسجن حمدين وزملائه للدفاع عن الفلاحين هي قضية مصيرية وقضية حياتية لا يمكن أن تتقاعس النقابة في الدفاع مش على حمدين صباحي بس باعتباره عضو النقابة ولكن أيضا على كل مسجوني الرأي في مصر. حمدين كان انتهاك بشع لمدة 6 ساعات ضرب متواصل جسده، حصل لهم حالة غيبوبة كاملة بعد ما دخلوا الزنزانة لمدة 3 ساعات محدش سأل عليهم. دخلوهم بملابسهم الداخلية فقط ونزعوا عنهم كل الملابس وشنطهم الخاصة والأدوية والأكل بتاعهم اللي كان بقايا الأكل اللي احنا كنا جايبينهم هم لسه باسم الشرطة قبل ما يتم ترحيلهم تم رميه على فناء فوق السجن في التراب وداس عليه. دخلوا الزنزانة نمبر 4 زنزانة متر ونص في مترين، مفيش حد فتح عليهم الزنزانة غير وجبة الفول ل3 أيام لحد ما رحت لهم. على بال التعذيب كان واقفة جدا على الجسم يوم ما كنت رحت هناك. حمدين كان بيقول لي اللي حصل بسرعة في ظرف 10 دقايق وهي كانت نص الزيارة في وجود ضابط وكنت أنا بردد اختبارات كل الأحداث عشان أنقلها بشكل صح وأقدمها للنائب العام. كنت حريصة جدا إن أقدر أنقل باعتبار أنا الوحيدة اللي شفتهم في الفترة دي وفي المعاناة اللي هم فيها أنقل ده بشكل سريع لكل الناس اللي بره عشان تقدر تتحرك. دوت مين؟ دوت مين؟ ده حمدين؟ ده حمدين؟ ده بيقول له؟ ده بيقول له ثورة يوليو؟ ثورة يوليو اديله شمتين اديله شمتين. طب علي البول علي البول اديله فولتين اديله فولتين. هاتوا اخواتنا المعتقلين هاتوا اخواتنا المعتقلين. هاتوا هيكل هاتوا حمدين هاتوا هيكل هاتوا حمدين. سيبوا الورد يفتح سيبه سيبوا الورد يفتح سيبه. حمدين منا ومش هنسيبه حمدين منا ومش هنسيبه. مطلب كل الوطنيين مطلب كل الوطنيين الافراج عن حمدين الافراج عن حمدين. مطلب كل الفلاحين مطلب كل الفلاحين الافراج عن حمدين. يناد يمين الهدف يا حمدين يناد يمين الهدف يا حمدين. أنا كنت جوه السجن وعارف إن قلوبكم كلها معايا ودعواتكم ليا، وتأكدوا إذا كان ربنا أكرمني بقدر من القوة والتحمل فهو بفضله وبفضل دعواتكم الطيبة جميعا. فأنتوا كلكم كنتوا معايا، والحرية أو العبودية بتبدأ من الروح ومن القلب. اللي قلبه حر بيفضل حر حتى وراء السجون وفي قلب الزنازين. عاوز اقول لكم ان انا معتمد على الله وعليكم، فاني افضل عند حسن ظنكم باذن الله، وافضل ادي واجبي ناحيه البلد العظيمه اللي ربتني والشعب العظيم اللي رباني وعلمني، وناحيه المستضعفين في الارض اصحاب الحقوق الضايعه في هذا الوطن. دخلنا السجن لمده 3 شهور، دخلناه عشان رزق 7 مليون مصري، حق 7 مليون مصري من المستأجرين في انهم يعيشوا حياه كريمه. بلطيم او غيرها من قرى مصر او مدن مصر فيها ناس شرفاء عايشين من عرق جبينهم، نفسهم يعيشوا حياه كريمه، ونفسهم في لقمه تكفي ولادهم، ونفسهم في بيت نظيف وتعليم نظيف وصحه نظيفه وعلاج نظيف على قد حلمهم بحياه كريمه.
زي ما اتعودنا مع بعض هنا في المعركة العظيمة اللي انتوا خضتوها وانا خضتها معاكم، معركة الدفاع عن كرامة الانسان البسيط، في معركة انتخابات البرولوس اللي انتوا كنتوا ابطالها. انا بعتبر نفسي ان انا رحت السجن عشان ادي واجب بسيط لناس يستحقوا ان احنا نفديهم بعض. سجن استقبال ترى. عرفت التعذيب البدني المروع، محبوس على ذمة مع الفلاحين. فلاحين أبويا أصلي ومدتي اللي عرقهم روى مصر وصنعها. مصر مش هبة النيل، مصر هبة الفلاحين. أوسع انتفاضة طبقية في القرن العشرين، فلاحين مصر طالعين ينجزوها صفوف في القرى، شهداء وجرحى ومعتقلين من الفلاحين وشهيدة في وسطهم أمام بنت الصعيد، وربما محاولتي الوحيدة في كتابة قصيدة عامية. يا أمال، يا أخت الروح، يا وردة العصيان، كتبت ما أعتقد أنه أجمل ما كتبت. قريت القرآن وصليت، استرجعت أشعار وألفت أشعار، كتبت كلام جميل وحلمت. حمدين صباحي، واحد منا، رئيسا لمصر. التغيير الثوري القادم لن يتم بالضباط الأحرار، وإنما بالمواطنين الأحرار، بكل جماهير الشعب العربي. يتقال لي أنا حراء لأني بدافع عن أرض مشروع من الشعب. إعطاء الإمكانيات للبحث العلمي والتعليم. المرأة المصرية محتاجة مزيد من الدعم، بالذات المرأة الريفية والمرأة المعيلة للأسر. أنا عن نفسي أعلن تبرعي بمكافئتي من هذا المجلس لصالح إخواننا في انتفاضة فلسطين الباسلة. اللي قاعدين هنا دول كلهم اللي جايبهم هنا فقراء. وصل الفقر في مصر إلى درجة تؤذن بانفجار. يشرفني أن أرفض بيان الحكومة، أرفضه للمرة الخامسة. تأكيد على رغبة الحزب الحاكم في التزوير. الشارع لنا، نحن نستعبد ولن نورث بعد اليوم. يعني في جريمة ترتكبها الحكومة المصرية وينبغي أن تحاسب عليها. ولا حاكم عربي في ال 22 حاكم، سلاطين وأمراء وملوك ورؤساء، هؤلاء كلهم نظام سياسي عربي فاسد خانع تابع. وفي حد عاقل يمكن أن يسعده أن ينتمي لحكومة جعلت أكثر من نصف المصريين في فقر مدقع؟ شوف يا عم الدكتور فتحي اكسجين بس اما الاقي السلاح ده الحكومه بتضربه عليا. انا مش عاوزك تموت في الموضوع ده. انا احتجاجا على هذا التزوير واحتجاجا على بلطجه الحكومه وحزبها الوطني، أنا ما قداميش غير إني أعلن انسحابي من هذه الانتخابات من الآن. الحقيقة طالع عشان الموضوع ده يعني كذب وافتراء. فوجئنا من لحظات
بحمدين الصباحي يعلن انسحابه بدعوى أن هناك تقفيل لجان وتسويد لجان، وهو الأمر الذي أؤكد أنه لم يحدث. مديرية اللجنة، ختم اللجنة الورق طلع من الصناديق واترمى في الشارع عشان ما يخشش من الفارس. لما يسقط حمدين يبقى فيه تزوير. انا عايزك قبل ما تصوري الشعب تصوري البيت اللي هو ساكن فيه، ما ينفعش ان يكون بيت راجل عضو مجلس الشعب. هو جمال مبارك اللي نفسه يبقى رئيس بالوراثة وعمره ما هيشوفها. والله العظيم انا دلوقتي اكثر اصرارا على ان اخوض اذا اردتم باذن الله معركة رئاسة الجمهورية في اول